السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض الرقاق الناشف، حاجة في منتهى الجمال، وهنعمله على ايه؟ على عين البوتاجاز. اهم حاجة ما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا. طبعا ما تنسوناش بأهم حاجة، دعوة حلوة من قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين. هنعمله بطريقة سهلة جدا ومبسطة، اللهم بارك، زي ما انتم شايفين ناشف وبسم الله ما شاء الله بمنتهى الجمال. اول حاجة ده كده هنسمي الله. معايا كده نص كيلو من الدقيق او الطحين زي ما بتقولوا. طبعا نخليه نخلة كويسة. ده نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او متعدد الاغراض، يعني اي نوع دقيق ابيض عندك هتستخدميه ان شاء الله، وهيطلع معاكي بمنتهى الجمال. جبت كده الدقيق زي ما شفتوا، ونخلينه طبعا نخلة كويسة، وهحط عليه ايه؟ معلقة، ربع معلقة من الملح. وهقلب كده الأول. هنعجن بمية وملح بس، يعني مش هنحط أي إضافات تانية خالص. يعني دقيق ومية وملح. خلاص. خلصت كده. هنا معايا مية عادية خالص. مية عادية من الحنفية. دي أول كوباية. الكوباية دي اللي هي المعيارية، اللي هي 200 ملي. حطيت أول كوباية وهقلب كده. عايزه اقول لكم كان في منتهى الجمال وما شاء الله، يعني نص كيلو دقيق، يعني زي ما شفتوا كده في اول الفيديو عمل معايا كميه حلوه جدا. وننزل بقى ايه بالميه بالتدريج. طبعا مش اقدر اقول خد ميه قد ايه، لان زي ما بنقول في كل المعجنات كل دي بيختلف عن دي، يعني في دي بيشرب السوائل وفي دي ما بيشربش. فاحنا خلي بالنا من النقطه دي، ننزل بالميه بتاعتنا بالتدريج عشان ما نحتاجش ايه دقيق، ما نحتاجش اي حاجه تاني. يعني زي ما انتم شايفين كده. عجنته سهلة جدا وما شاء الله اللهم بارك، النتيجة بصراحة بتاعته جميلة. طبعا انا بعمل الرقاق بصراحة، وبعمله وبخبزه على ايه؟ على الفرن اللي هو بالغاز، بس النهاردة عملته لكم على عين البوتاجاز. اللي حابب الفكرة، اللي طبعا الناس اللي هي نفسها تعمل رقاق ومش عارفة تخبزه فين، فانا سهلنا عليكم الامور وبطريقة سهلة جدا. بعجن بالشكل ده اهو. ومش هقطع، معلش هطول معاكم العجين شوية، لاني هوريكم مرحلة العجين من اولها لاخرها. زي ما شفتوا كده بنزل بالتدريج وبعجن كده. لو هتعجني في العجان هتحطي كل حاجة، ونحط زي ما قلنا المية، منكترش المية، نحط المية بالتدريج، لان عجينته بتبقى ايه؟ متماسكة شوية. وفي نفس الوقت وما بتلزقش، يعني بتبقى عجينة بصراحة ماسكة، وغير يعني غير المعجنات بتاعة القرص والحاجات دي، والعجين بتاع العيش والحاجات دي. خلاص، يعني عجينته بتبقى متماسكة شوية. فنخلي بالنا من النقطة دي، ننزل بالمية بالتدريج كده، وبن ايه، وبايدينا كده بايد واحدة، وزي ما انتم شايفين. عايزة بقى تعجني على الرخامة، تحطي العجينة على الرخامة وتعجني، مفيش مشكلة، بس انا عجنتها زي ما انتم شايفين كده. في قلب الطبق، في قلب البولة، في قلب اي حاجة هتعجني بطريقة سهلة جدا. زي ما قلت ده نص كيلو من الدقيق، اللي هو 500 جرام من الدقيق او الطحين. هي هتسلك نفسها لحد ما تسلك خالص، والاقيها لمت كلها ببعضها كده، وبقت حتة واحدة كده، بقت العجينة معايا تمام تمام. خلاص، بصوا عجينتها عاملة ازاي. طبعا لازم نديها حقها في العجين، زي ما قلنا في حاجات بتحتاج ان هي تتعجن كويس عشان تبقى النتيجة بتاعتها كويسة. وفي حاجات مش وفي عجين مش بيحتاج اللت كتير، يعني في كل حاجة ليها عجنة. هنا كنت بوريكم ان هو خد معايا كوبايتين من المية والكوباية الأخيرة يعني ما خلصتش، يعني فضل فيها كده ربعها. هسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق مش اكتر، لحد بس ما ايه، هنجيب حاجتنا ونجهز ايه الحاجة اللي احنا هنعمل عليها كل حاجة. هنا بقى هرش رشة من الدقيق كده اهو بالشكل ده. هرش رشة من الدقيق عشان نقطع عليها ايه؟ العجين بتاعنا. هنا بقى هقطع الكور. طبعا انا عملته على عين البوتاجاز، وطبعا على قد الصينية اللي انت هتعملي فيها الرقاق بتعملي التقطيع بتاعها، يعني بتخليها صغيرة. يعني على قد ما تقدري تصغري. انا كنت بصراحة عاملاه صغير جدا، بس بسم الله ما شاء الله اما عجنته ارتاحت بقى فرد معايا. اهو بالشكل ده بنقطعها تقطيع كده التكوير. عايزة تحطيه على الرخام وتقطعي برضو بقطع عندك، مفيش مشكلة، بس انا بستسهل دي بصراحة، بتخلص معايا على طول، وبخلص الكمية في ثواني. زي ما انتم شايفين بصوا ان كلها حجم واحد يعتبر. عملت معايا اللهم بارك زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله 12 كورة. عملت معايا 12 كورة. طبعا هنا بيرتاحوا هنا معايا بالشكل. طبعا سبتهم يرتاحوا بالظبط ايه عشان تفرد معايا على طول في ثواني.
هنا بقى حطيت كده المفرش ورشيت رشة كده حلوة من الدقيق، وهنفرد بقى زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت سيبناها ايه ارتاحت 10 دقايق ربع ساعة. كل ما بترتاح معانا بتبقى بصراحة بتفرد معانا على طول بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا بنرش دقيق تحت وفوق رشة كده محترمة عشان ما يلزقش مننا، عشان ايه زي ما يعني ما يلزقش ما يتقطعش بالشكل ده اهو. بالشكل ده بفردها بقى كده وبظبطها كده، بنعدل يعني بنعملها ان هي مدورة كده، بفردها من كل النواحي. المهم ان انا بجيب من جوه على بره علشان ما تبقاش جنب تخين وجنب رقيق. تخلي بالك من النقطة دي، وما نرققش قوي على قد ما نقدر نحاول، يعني ما نخليهاش رقيقة قوي قوي، وفي نفس الوقت ما نخليهاش سميكة قوي، يعني نخليها كده ايه مظبوطة. برش زي ما شفتوا كده دقيق فوق ودقيق تحت بالشكل ده. تفرد معايا بكل سهولة عشان ارتاحت معانا العجينة، وبسم الله ما شاء الله العجينة واضح حقها ومعجونة كويس بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده اهو. بالشكل ده بطلع كده بالعجلة كده وبطلع على بره. طبعا النشابة او العجلة اللي عندك هتشتغلي بيها هتعمل معاكي احسن حاجة. طريقة سهلة جدا ومبسطة وبمنتهى الجمال وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني طبعا احنا عملنا مع بعض العيش على عين البوتاجاز وكان في منتهى الجمال. والنهارده ان شاء الله بقى هتشوفوا الرواق معانا واحنا بنخبزه خطوة بخطوة كده، انا معاكم ان شاء الله كده واحنا مكملين مع بعض. واللي يوصل معايا لحد هنا ما ينسناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم الجديد من انا وبناتي. وطبعا ما تنسوناش بدعوة حلوة في الايام الجميلة دي. طبعا رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، وبالخير يا رب. هنا عملت اول واحده طبعا عشان ما تلزقش معايا في الصينيه، رشيت رشه من الدقيق وهحطها على الصينيه كده، وهعمل واحده تاني معاكم اهو. بصوا طبعا العجين لازم تغطيه، لا اما بفوطه لا اما بكيس مطبخ، اي حاجه، المهم انه يتغطى عشان وشه ما يعملش قشره من على الوش. زي ما انتم شايفين انا مغطيه كده، وباخد اول كوره احنا قطعناها، يعني اول كوره قطعناها بنشتغل فيها. زي ما قلنا نسيبه 10 دقايق ربع ساعة بالكتير يرتاح، وهتلاقي العجينة بتفرد معاكي بكل سهولة. بصوا بفردها وبقلبها وبحط دقيق فوق ودقيق تحت عشان ما تلزقش معايا وعشان ايه ما تقطعش زي ما قلنا اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ومدوره وجميله وزي ما قلت لكم عجينتها بمنتهى الجمال. رشيت رشه تانية كده دقيق على فيها علشان ما يلزقوش في بعض. هنا جبت صينيه بصراحه كده وحطيتها على العين الكبيره بتاعه البوتاجاز وعلى عين متوسطه، وحطيت اول رقاقه زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا على قد ما نقدر نصغر في العجينه علشان ايه. هنا بصراحة هوريكم برضو عشان بصريحة معاكم، أول ما بحس إن هي أحمر يعني عملت مسكت نفسها كده بروح قلبها على الجنب التاني على طول. بصوا ابتدت تعمل فقاقيع كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهي. بصوا جميلة، وكان بسم الله ما شاء الله ريحته جميلة وما شاء الله وناشف ومقرمش وجميل جدا. بصوا ابتدت تفقفق اهي، بقلبها لحد ما تديني اللون اللي احنا عارفينه بتاع الرقاق، بس انا بصراحة مش بحبه احمر قوي، يعني بحب لونه حلو كده اهو. طبعا الصينيه ما فيهاش اي حاجه، هي على طول كده منديل مطبخ كده، وهنمسحها الدقيق اللي عليها، وهحط واحده تاني برضو هوريها لكم. طبعا دي كانت كبيره بقى ما شاء الله، رحت بصراحه حاطه صينيه اكبر من عندي عشان ايه الرقاقه ما تتنيش مني ولا تتطبق ولا اي حاجه. عشان كده بقول لكم ان انا خلي بالكم من النقطه المهمه دي، ان انت تصغري الرقاقه على قد الصينيه اللي عندك علشان ما تجيش كبيره على الصينيه وانت بتخبزيها هتلاقيها بالشكل ده. حابه تخبزي في فرن البوتاجاز الغاز هيطلع معاكي بمنتهى الجمال برضو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، على طول بيشم النار تلاقيه فقفك كده وقب كده، بس يعني هو مش بيقب قوي الصراحه، بس ما شاء الله اللهم بارك يعني بمنتهى الجمال. هوريلكوا زي ما شفتوا في اخر الفيديو. بصوا رقاقة جميلة ما شاء الله، لا رقيقة ولا تخينة، يعني ما شاء الله حجمها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله بيشم النار على طول، يعني مفيش ثواني بيستوي. والصينية يعني ما شاء الله اللهم بارك ما بيجرالهاش اي حاجة، بنمسحها بمنديل. بصوا كنت بقول لكم ان الرقاقة جت كبيرة اهي، دي برضو كبيرة. هنا كنت خلصت بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كملت بقية الكمية والله بمنتهى الجمال على عين البوتاجاز زي ما شفتوا بطريقة سهلة جدا. ما شاء الله طلع في منتهى الجمال. ده نص كيلو، طبعا الرق دلوقتي غالي وكل حاجة غالية. بشوية دقيق وشوية مية تعملي عيالك أحسن حاجة وتملي بيتك خير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان طبعا بيحب كل حاجة حلوة
زي ما انتم شايفين بصوا الرقاق عاملة ازاي، والله مقرمش وجميل وريحته كانت ما شاء الله قلب الدنيا يعني. بتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، وبحبكم في الله. مع الف سلامة، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هنا كنت بوريكم بصوا ما شاء الله بيتكسر يعني مقرمش جدا. طبعا ما بنرميش حاجة احنا على طول، الحاجات دي الفتافيت دي حرام لازم، يعني كنت بكسر كده والله، بس ما مش برميها يعني باكلها كده زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. وان شاء الله هنعمله مع بعض كده في فيديو رقاق باللحمه وهوريهولكوا، والرقاق اللي احنا عملناه. طبعا حابه تكتري الكميه يعني عن كده تعملي كيلو، بس جربي في نص الاول ان شاء الله هيعجبك الفيديو. عملوا معايا 12 رقاق زي ما انتم شايفين اللهم بارك. ناشف وجميل. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله يعني، يعني حاجه خير في البيت والله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم في الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو